الفاكهة اللي اتشهرت قوي من فترة دي أول مرة أجربها، وكمان أول مرة أجرب أضيفها في سلطة. الدراجون فروت هي فاكهة استوائية ألوانها حلوة قوي، بتكون موجودة بكذا لون وطعم. ساعات بتكون قشرتها من بره بينك ومن جوه أبيض أو لونه بنفسجي، وساعات بتكون قشرتها صفرا ومن جوه أبيض. أقل واحدة فيهم في السكر هي اللي بجربها معاكم دلوقتي، اللي لحمها أبيض من جوه، وتقطيعها وتقشيرها وأكلها سهل جدا، ده غير فوائدها الغذائية العالية. انتوا ممكن تاكلوها كده هيبقى طعمها حلو جدا، او ممكن تجربوها في حاجه حادقه زي السلطه مثلا، او ممكن تجربوها في وصفات حلوه بتديها طعم ولون حلو قوي. بما اني بحب السلطات جدا فقلت اجربها في سلطه اشوف طعمها هيبقى حلو ولا لا. وعلشان كده حاولت اخلي مكونات السلطه بسيطه جدا علشان طعمها ما يتوهش بين مكونات كتير. ضفت ورق اخضر عباره عن سبانخ وخس وورق بنجر، وقطعت الدراجون فروت مثلثات صغيره كده على قد الشوكه. وبجد انتوا مش متخيلين طعمها حلو ازاي، طعمها قريب من الكيوي او الكمثرى، وطعمها مش مسكر قوي، فحسيت انها ممكن جدا تليق على انها تتاكل في سلطه. ضفت لها جبنه فته ورمان عشان السلطه يكون فيها بروتين اكتر والوان اكتر، وما حبيتش اضيف دريسنج كتير قوي او حاجات كتير قوي تغير طعم السلطه، فحطيت بس زيت زيتون وبس كده. السلطه بقت جاهزه، طعمها فريش قوي، وطعم الدراجون فروت باين فيها قوي برغم مزازة الرمان والطعم المالح بتاع الجبنه، بس كل المكونات كانت لايقه على بعض. جربوها، قولوا لي رايكم، وقولوا لي جربتوا الدراجون فروت قبل كده وجربتوه في سلطه ولا لا. اول مره بجرب التوت البري، تعالوا اقول لكم استخدمته في ايه وجبته من فين وامتى، وشويه فوائد من الفوائد الكتير اللي موجوده فيه. في اغلب الاوقات بيكون طازه في شهر 12 وواحد، لان ده بيكون الموسم بتاعه والناس بتجيبه عشان تستخدمه في حاجات كتير قوي، زي مثلا انها تعمل بيه عصير او مثلا مربى او صوص لساندوتشات، وبيحطوه دايما مع الجبنه. طعمه هو طازه بيكون لاذع قوي، يعني بيكون قريب من الرمان المسس جدا او الليمون مثلا. علشان كده اغلب الناس اللي مش بتحب الطعم اللاذع بيستخدموه مربى او عصير او بيدخلوه في الحلويات. فوائده كتير جدا لانه مليان مضادات اكسده، وبيساعد في صحه القلب، وحلو جدا لصحه الجهاز الهضمي، وكمان هايل لصحه الفم والاسنان واللثه. وعلشان طعمه لاذع حسيت انه هيبقى حلو قوي لو اتحط في سلطه، وبجد طلعت من احلى السلطات اللي عملتها. استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا الوصفه كامله، قولوا لي جربتوه ولا لا. من اغرب واحلى السلطات اللي جربتها هي سلطه التوت البري. انا شفت وصفات كتير بتتعمل بالتوت البري الفريش، وشفت كمان سلطات بتتعمل بالتوت البري بس اللي هو بيكون مجفف، فحبيت المره دي استخدم التوت الفريش في السلطه. وعلشان هو الموسم بتاعه في الشتاء فتعتبر سلطه موسميه شويه، ضفت معاه بطاطا متقطعه شرايح صغيره وعليها زيت زيتون وملح وفي الاير فراير. والورق الاخضر حسيت ان الجرجير هيلي اكتر على المكونات دي. وبعدين ضفت التوت البري وهو طازه، ممكن تضيفوه زي ما هو او تقسموه نصين لو عندكم اطفال اقل من 4 سنين. قطعت معاه تفاح احمر واصفر، التفاح والتوت مقرمشين شويه والبطاطا كانت طريه، ده اللي خلى السلطه طعمها بيبقى حلو قوي ودافيه وخفيفه ومريحه للمعده. ده غير انها مليانه في الوان وفوائد واطعم مختلفه، ولو حابين ممكن تزودوا رشه عسل من فوق. بجد طلع طعمها حلو قوي، والناس اللي بتحب انها تاكل في الشتاء حاجه حلوه لو جربتوا السلطه دي مش هتبطلوا تعملوها، لان فيها كل الطعم الحلو وفي نفس الوقت فيها فيتامينز ومعادن وغنيه جدا بالحديد، يعني لذيذه قوي للناس اللي عندهم انيميا. قولوا لي جربتوا التوت البري فريش في السلطه ولا لا، وبالهنا والشفا. مفيش احلى من طبق حمص بالجزر مليان الوان للاطفال. قبل ما اقول لكم جبت الجزر الملون من فين، تعالوا اقول لكم احلى طريقه تعملوا بيها حمص بالبنجر. مش بس لونه حلو لكن كمان طعمه حلو وكريمي ومليان نكهات. هنبدا بالحمص. اول حاجه هنجيب حمص مسلوق، هنستخدمه بقشره عادي، لكن لو عايزينه كريمي اكتر ممكن تقشروه. هنزود عليه كميه طحينه كويسه ويستحسن تكون طبيعيه، واهم مكون هو البنجر، ويستحسن يكون مشوي مش مسلوق علشان يفضل محتفظ بالفوائد بتاعته، مع رشه كويسه من زيت الزيتون ورشه ملح ورشه كمون، والكمون دايما بيبقى كويس جدا مع البقوليات. وبعدين زودوا عصير ليمونه كامله، ولو حابين تضيفوا توم ممكن تحطوا، عشان قوامه يبقى كريمي اكتر ممكن تحطوا حتتين تلج، وتخلطوه كويس في الكبه او الخلاط لحد ما قوامه يبقى كويس. على قد ما طعمه حلو على قد ما كميه الفوائد والفيتامينز والمعادن الموجوده فيه كبيره جدا، ولونه حلو جدا بيجذب عين الاطفال. وممكن تقدموه مع الخيار والجزر، كل ما تزودوا انواع والوان مختلفه من الخضار كل ما بتزودوا الفوائد. تستنوا الفيديو اللي جاي هقول لكم جبت الجزر ملون من فين، وبالهنا والشفا. جربتوا تاكلوا الوان تانية من الجزر غير البرتقاني اللي احنا عارفينه؟ هقول لكم على كل الالوان اللي جربتها في الجزر مع الحمص، وده غير الجزر الابيض اللي جربته معاكم في سلطه قبل كده. وعلشان تعرفوا ممكن تجيبوه من فين في مصر، استنوا كملوا الفيديو لغايه الاخر. الجزر موجود في الطبيعه بالوان كتير جدا، بس اكتر لون شائع هو البرتقاني، واللي عرفته بعد كده ان اللون الاصلي هو البنفسجي. هقول لكم الفرق بينهم باختصار. البنفسجي مليان مضادات اكسده، والبرتقاني فيه بيتا كاروتين اعلى وفيتامين اي، والاصفر اكتر واحد مفيد لصحه النظر. وهما مش بس مختلفين عن بعض في نوع الصبغه ونوع الفوائد، هما كمان طعمهم مختلف شويه عن بعض، يعني الاصفر اكتر واحد مسكر فيهم، والبنفسجي اقل واحد في السكر، بس خلوا بالكم عشان بيصبغ الايد زي البنجر بالظبط. والثلاث انواع تنفع تتاكل نيه مع الحمص، ومفيده جدا للاطفال. وزي ما دايما بقول لكم ان الاطفال لما بتشوف الوان كتير في الطبق بتاعها هيخليهم ياكلوا خضار اكتر. واللي موجود في مصر هو الجزر البنفسجي، هتلاقوه موجود في اماكن كتير بس ليه موسم معين، بيكون في موسم الشتاء في شهر 12 واحد و2، فهتلاقوه موجود وطازه في العربيات اللي بتقدم الخضار الموسمي، وده بيكون احسن مكان ممكن تجيبوا منه الخضار عموما. وممكن تلاقوا الجزر لونه ابيض من جوه او برتقاني. قولوا لي جربتوا انهي لون من الوان الجزر، وبالهنا والشفا.
جربتوا تاكلوا كرنب صغير قوي قد عقله الصباع؟ دي اول مره اجرب البروسيس سبراوت. هو ملوش اسم بالعربي بس تعالوا نسميه كرنب بيبي. حجمه بيكون صغير قوي وفي كمان البيبي منه موجود في القسم بتاع الكرنب او الملفوف، وكان في منه اشكال واحجام كتير غير كرنب الكولسلو اللي احنا متعودين عليه. سبحان الله كل نوع مختلف عن التاني في اللون والشكل وتجاعيد الورق. والكرنب ده مشهور جدا في الوقت ده ويعتبر من الحاجات السوبر فود، يعني قيمته الغذائيه عاليه جدا، علشان كده بنديه للاطفال. غني جدا بالفيتامينز والمعادن وخصوصا فيتامين كي والبوتاسيوم. تعالوا اقول لكم ممكن نجهزه ازاي. هو مجرد ما بنغسله كويس بيكون جاهز للاكل، ولو في اي ورق بيكون فيه اي حاجات سودة ممكن نشيله، لكن باقي الورق لو نضيف تمام نسيبه زي ما هو. والورقه بتاعته صغيره جدا زي ما نكون كرنب كبيره بس اصغر 10 مرات. وسبحان الله لما بتفتحوه من النص بيكون ورقه زي الكرنب الكبير بالظبط بس على صغير، نفس التكوين ونفس الطعم وكل حاجه. ممكن ناكله ني زي ما هو، وممكن نضيفه في طاسه مع زيت زيتون ورشه ملح علشان بس ياخد قرمشه، ومش بتقعد على النار اكتر من دقيقتين، وممكن تدخلوه الفرن. اهم حاجه بس ياخد اللون ويكون مقرمش كده، لان ده اللي بيديله طعم ونكهه. انا عملته في سلطه مع الحاجات الموجوده في الموسم ده. استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا السلطه شكله وطعمه وريحته حلوين قوي. وزي ما دايما بقول لكم ان اكتر وقت نحب نجرب فيه حاجه جديده هو الوقت اللي في الموسم بتاعه، تكون طازه وفي قمه فوائدها الغذائيه. قولوا لي جربتوه قبل كده ولا لا، وعايزين نجرب ايه تاني، وبالهنا والشفا. كنت عايزه اجرب طعم الكرنب البيبي في سلطه، فقلت اعمل سلطه شتويه وخفيفه. فتعالوا نجهز كل حاجه سوا، وهنبدا بالكرنب البيبي. هنبدا نجهزه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. هنشيل اي ورق مش كويس ونقطعه نصين ونضيفه في طاسه مع شويه زيت زيتون ورشه ملح، وهتشوحوها عادي فوق البوتاجاز. اما لو عايزينها تكون اطرى شويه ممكن تدخلوها الفرن. هنسيبها 3 دقايق على النار، وفي الوقت ده هنبدا نجهز طبق السلطه. وفي السلطات الشتويه بميل للجرجير اكتر من الخس، لانه مش بينزل ميه كتير ومش بيخلي السلطه تكون ساقعه قوي. من الحاجات الحلوه قوي في الموسم ده هي فاكهه الكاكا. هي مش بس خلت السلطه طعمها حلو، لا كمان الوانها كلها حلوه. ده غير انها في الموسم بتاعها يعني مليانه فوائد، وموجوده في مصر بكميه كبيره وطعمها حلو. فاستغلوا الموسم واعملوا بيها سلطات. نيجي بقى للبروسل سبراوتس او الكرنب البيبي. كان استوى وعمل قشره كده جميله. اي حاجه بتتشوح على النار وتاخد اللون البني ده بتدي طعم احلى ونكهه احلى. وممكن نحطها سخنه عادي مفيش اي مشكله، لان دي سلطه شتويه واغلب المكونات بتاعتها دافيه. تالت اهم مكون في السلطه دي هو الرمان. مش عارفه ليه بحس ان طول ما الرمان في الموسم بتاعه لازم اضيفه دايما على السلطات كده، يبقى مكونات الطبق الاساسيه كلها جاهزه، مش باقي بس غير نعمل دريسنج خفيف. هنضيف زبادي وزيت زيتون ورشه ملح وميه الرمان. ممكن تستخدموا دبس رمان، بس انا حسيت ان ميه الرمان هتخفف القوام اكتر وهتدي لون حلو، وكمان هتخلي طعمه احلى. زودوا زي ما انتوا عايزين لغايه ما تشوفوا اللون اللي يعجبكم. انا حسيت ان اللون كده هادي وجميل. ممكن نضيف الدريسنج على جنب ونضيفه للسلطه وقت التقديم، او ممكن تضيفوه له على السلطه على طول لو هتاكلوه دلوقتي. ودي كانت اول مره اعمل المكونات بتاعه السلطه دي كلها مع بعض، ومش عايزه اقول لكم ازاي طعمها طلع حلو قوي، والمكونات كلها مظبوطه قوي ولايقه مع بعض، وطعم كل حاجه لوحدها حلو ومع بعض كمان حلو. جربوها قولوا لي رايكم، واستنوا السلطات الشتويه الجايه، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب القرع الابيض، وبما اننا في موسم القرع يعني موجود بكل الالوان والاشكال والانواع، هقول لكم على انواع القرع اللي جبتها ومنها القرع الابيض. واكتشفت بعد كده ان الفرق بين انواع القرع المختلفه هي نسبه الصبغات اللي موجوده في كل واحده. زي مثلا القرع البرتقاني فيه بيتا كاروتين اعلى من القرع الابيض، والناس عاده بتستخدمه في الديكور او ممكن يستخدموه في السلطات، بس اكتر حاجه بيستخدموه فيها هي الشوربه. لاني جربت قبل كده القرع الكبير اللي لونه برتقاني، وده كان حلو جدا في السلطه لان لونه حلو وطعمه حلو وممكن يتعمل بيه اي حاجه. لكن لما جربت القرع الابيض حسيت ان احسن حاجه ممكن نعمله بيها هي الشوربه، بس علشان لونه ابيض زي ما انتم شايفين حسيت اني عايزه ازود لون للشوربه عشان تبقى مغذيه اكتر وفيها كل العناصر الغذائيه، فضفت معاه قرع برتقاني صغير وعملت بيه احلى شوربه. استنوا الفيديو الجاي عشان تشوفوا عملتها ازاي، وقولوا لي جربتوه قبل كده ولا لا، وبالهنا والشفا. اللي بيحبوا يعملوا شوربه اول ما الجو يبقى برد يكملوا الفيديو للاخر. هقول لكم طريقه حلوه جديده تعملوا بيها شوربه القرع، وهعمله بالقرع الابيض اللي كلمتكم عنه في الفيديو اللي فات. اول حاجه اختاروا قرع حجم متوسط مش كبير ولا صغير، وافصلوا بس الجزء اللي من فوق عشان يكون الغطا. هننضف الجزء اللي جوه الموجود فيه البذور، وبالسكينه هنحاول نقطع كل اجزاء القرع الموجوده من جوه، لان هو ده اللي هيبقى اساس الشوربه. بس خلوا بالكم وانتوا بتستخدموا السكينه لان الالياف بتاعه القرع قاسيه جدا، وبعد ما تطلعوا كل اجزاء القرع اللي من جوه حاولوا تنضفوها كويس قوي بالمعلقه علشان تتاكدوا انكم اخدتوا اكبر جزء ممكن. هنضيف الاجزاء اللي قطعناها وهنحط عليها جزر ابيض وفصين توم وطماطم صفرا، ممكن تحطوا اي طماطم انتوا بتحبوها. وعلشان ازود للشوربه الوان اكتر وفايده اكتر زودت عليهم واحده قرع بيبي صغير بيكون لونه برتقاني، فالفايده بتكون اعلى. هنرش عليهم زيت زيتون ورشه ملح وندخلها الفرن على اعلى درجه حراره، وبعد ما بتخرج من الفرن بتكون الالياف بتاعته طريه شويه. هنضيف كل الحاجات اللي شويناها في الخلاط مع اي نوع شوربه عندكم، شوربه فراخ او لحمه او خضار. هنضيف التوابل فلفل اسود وبابريكا وبصل وشويه لبن من فوق، وهنسخنها شويه على النار، وبس كده تبقى الشوربه جاهزه. وهنقدمها في نفس القرع اللي احنا فضيناه الاول. شكلها طلع حلو قوي، وزينتها بشويه كريمه من فوق، وكنت عايزه احط طماطم بس وقعت، وشويه بقدونس. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، ريحتها خطيره وبتدفي وحلو قوي للاطفال لو اقل من سنه، بس لو نشيل الملح. جربوها قولوا لي رايكم، بالهنا والشفا.
ما كانش ينفع اسيب المكان ده قبل ما اجيب اكتر حاجه بحبها وهي البنجر. ما جبتش نوع واحد بس، انا جبت 3 انواع مختلفه. لو معديين بالصدفه مش هتلاحظوا جمال الخضار ده الا لو فتحته، لان شكله من بره عادي جدا، بس اول ما بتقسموه نصين سبحان الله الالوان خطيره وتقسيم الدواير من جوه. يعني ده مثلا اسمه بنجر ذهبي، وفي بنجر تاني اسمه كاندي كين علشان شبه الكاندي جدا من جوه، لونه ابيض في بينك، وده البنجر العادي اللي احنا متعودين عليه. التلاته شكلهم احلى من بعض، وطبعا فوائدهم مختلفه وليهم استخدامات كتير. استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا الحاجات التانية اللي انا جبتها معاه والسلطات اللي عملتها بيهم، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر الذهبي، تعالوا اقول لكم كل حاجه عنه. اول ما تشوفوه هتلاقوه عادي جدا شبه البطاطس اصلا من بره، بس اول ما تفتحوه هتلاقوه شكله حلو قوي، الوانه حلوه، طعمه مسكر شويه اكتر من البنجر العادي، ومش بتحسوا بالطعم الترابي اللي ممكن تحسوه لما بتاكلوا البنجر ني. اللذيذ فيه ان هو ممكن يتاكل ني زي ما هو، او ممكن يتعمل زي البنجر العادي بنشويه في الفرن. انا بحب احطهم في ورق فويل وادخلهم في الاير فراير، واول ما بيطلع القشره بتاعته بتتقشر بكل سهوله، وممكن تقشروها بايديكم عادي من غير سكينه. بالنسبه للفوائد الموجوده فيه، هي تقريبا زي البنجر العادي بس فيها فيتامين سي اعلى، وانواع مضادات الاكسده مختلفه في الاتنين. والبنجر العادي فيه صبغات طبيعيه يعني يقدر يصبغ الاكل اللي بيتحط عليه، لكن البنجر الذهبي لا، مش بيعمل كده. يلا نجربه في سلطه سوا. انا كنت عايزه ابين طعمه اكتر فما حطيتش حاجات كتير في السلطه، فحطيت ميكس سلطه كده فيه ورق اخضر ومعاه بنجر متقطع شرايح. حطيت البنجر الذهبي من فوق وقطعته دواير علشان شكل الدواير بتاعته الحلوه ما يضيعش. عليهم جبنه فته ورشه ملح ورشه زيت زيتون. وكمان عملت النوع التاني من البنجر بنفس الطريقه، هقول لكم على الفيديو اللي جاي. قولوا لي لو جربتوه قبل كده ولا لا، وقولوا لي ايه اغرب نوع خضار جربتوه، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر المخطط، وده بعد ما جربت البنجر الذهبي. فتعالوا اقول لكم كل حاجه عنه والفرق بين هو من بره زيه زي اي نوع بنجر انتوا ممكن تكونوا جربتوه، لكن من جوه اول ما بتفتحوه بتلاقوه مخطط كده. بيسموه كاندي عشان شبه الكانديز او الحلويات، وليه اسماء تانية كتير لانه شبه اللعبه اللي بنرمي عليها اسهم. طريقه تحضيره عاديه جدا، بنشويه زي البنجر العادي، وممكن يتاكل ني لانه ما فيهوش الطعم الترابي اللي موجود في البنجر العادي، وممكن يتعمل مخلل بيبقى طعمه حلو قوي. انا هنا عملته في سلطه، في ميكس سلطه فيه ورق اخضر وورق بنجر وجبنه فته ورشه زيت زيتون ورشه عسل. فوائده بقى خطيره، غني جدا بفيتامين A وسي وفوليك اسيد، وفي مضادات اكسده شبه شويه اللي موجوده في البنجر العادي. واحلى حاجه عجبتني فيه ان هو حلو قوي للاطفال، علشان هو اولا شكله حلو قوي ولونه جميل، والاطفال دايما بيحبوا ياكلوا الحاجات اللي فيها حاجات ملونه كتير، وكمان هيعجبهم قوي لان هو شبه الكانديز اللي هم بيحبوها بياكلوها. جربوا وقولوا لي رايكم، قولوا لي عايزين نجرب ايه تاني المره الجايه، وبالهنا والشفا.